الحين في لقاءاتنا مع الجمهور نلتقي بالمخضرم جدا محمد سكرتير الثقافي للجالية السودانية بدولة الكويت. وأنت الآن بين الجمهور وبين اللعيبة وبين هذا الحشد الجماهيري الكبير مبشرا بيوم ختامي جميل، ماذا قائل لهؤلاء الشباب؟ والله أول حاجة أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تنظيم جميل. وأجمل حاجة يا إخواننا في الكويت، الحاجة اللي ممكن تلم الناس وتجمع الشباب هي الرياضة صراحة. يعني إذا الناس أرادت أن تجمع الناس دي، الرياضة صراحة تجمع الناس. صراحة تنظيم رائع بأجواء شتوية جيدة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يكون جمع خير وبركة على الجميع يا رب. والله نتمنى صراحة من كل أبناء الجالية داخل دولة الكويت، حتى في المناطق الطرفية، منطقة الوفرة، الصليبية، العبدلي، نتمنى يا اخواننا الجمعة الجاية الناس يعني يجونا بدري في نادي التضامن اللي هو الحفل الختامي، ونتمنى يعني الناس كلها تكون حاضرة ذلك. واللاعب الكبير مساوي، وهو شقيق اللاعب مساوي لاعب الهلال المخضرم. مساوي، وأنتم تأهلتم إلى المباراة النهائية وما زلتم هنا منتظرين لتشاهدوا المباراة، ويعني التكتيك بتاع الفريقين الوطن والاستغلال. إذن هناك يعني حرص كبير جدا حتى يكون الكأس من نصيب فريق السهم، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد بشكر الجالية السودانية والسفارة السودانية على هذه الدورة المميزة وأفضل تجمع للسودانيين، والنتيجة أصلا ما أهم، المهم اللمة والتجمع بتاع النهاية، وكله الكاس مهما يكون لي من الاتيام في النهاية يمثل السودان وباسم السودان. الواحد بشكر السفارة السودانية والجالية السودانية والجمهور اللذيذ على الشيء اللي بقدموا له، وإن شاء الله ختام نهائي يعكس صورة مشرفة عن الجالية السودانية بدولة الكويت، وإن شاء الله الكاس من نصيبنا إن شاء الله. أيضا الدهر بينهم فتنا ولكم أغنى